أين اختفت الممثلة معتزة عبد الصبور صاحبة شخصية المذيعة في وش إجرام ومحطات سريعة من حياتها وآخر ظهور لها؟ ولدت معتزة عبد الصبور عام 1974 بالقاهرة، وهي الابنة الصغرى للشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، والذي توفي عام 1981 عن عمر 50 عاما. والدتها هي الكاتبة سميحة غالب. تخرجت معتزة من قسم الأدب الإنجليزي المقارن بالجامعة الأمريكية، وبدأت مسيرتها الفنية على المسرح. أما في السينما فقد حصرها المخرجون في دور الفتاة صاحبة الصوت الطفولي، أو كما يطلق عليه البعض الصوت المسرسع، مثل دور نجوى في فيلم ظرف طارق عام 2006، ودور المذيعة في فيلم وش إجرام عام 2006 أيضا. قدمت معتزة حوالي 25 عمل فني، كان آخرها مسلسل عايز أتجوز عام 2010، لتغيب بعد ذلك عن الساحة الفنية، ولم تظهر إلا في بعض اللقاءات والمناسبات، وكان آخر ظهور لها في عزاء الفنانة لبنى محمود عام 2023.